بعد ما الجوكر قتل باتمان في بداية قصة دي سي كي او واللي حكيناها بالكامل في الفيديو اللي هتلاقيه في الديسكربشن. بس قصة باتمان اكيد مش هتنتهي بالسهولة دي. متنساش تعمل لايك واشترك في القناة ويلا بينا. فجأة بنلاقي نفسنا في مكان تاني في مدينة جوثام، وعلامة الخفاش بتلمع فوق المدينة. باتمان بيتحرك بسرعة وينط فوق المباني، بس في مشكلة، باتمان كبر في السن، عظامه بتقطع مع كل حركة، لكن وسط صوت المدينة محدش سمعها، وباتمان مش هينفع يوقف. البروفيسور بايك هرب تاني وخطف أتوبيس كامل فيه أطفال. باتمان بيتحرك بأقصى سرعة علشان يوصل وينقذ الأطفال، لكنه متأخر، وباتمان بيوصل متأخر فعلا، وبيلاقي عربية السيرك بتاعت بايك مولعة، والشرطة وصلت قبله، والروبنز بتوعه أولاده وقفوا بايك، ودلوقتي بينقذوا الأطفال ويهدئوهم. باتمان بيفتكر الوقت اللي كان بيحارب فيه لوحده، لكن دلوقتي عيلته هي اللي بتحمي شوارع جوثام معاه. ديك جريسون او نايت وينج هو اللي بيقودها. بروس زمان كان متخيل ان ديك هو اللي هيكبر علشان يبقى باتمان بعده، لكن دلوقتي ديك عمل اسم لنفسه كبطل مستقل، نايت وينج. اسفين اننا سبناك، بس انت ضربتنا كويس جدا. وجيسون تود ريد هود كان هو الروبن المتمرد فيهم. باتمان كان قلقان من انه عنيف اكتر من الباقيين، لكن باتمان بيحسد جيسون برضه لانه في سلام مع غضبه بطريقه باتمان نفسه عمره ما قدر يعملها. وريد هود بيقول امتى هتتعلم يا بايك؟ انت محظوظ اننا ما رميناكش في حفره وسيبناك لحد ما تموت. وهو بيرمي بايك في عربيه الشرطه الجي سي بي دي. وتيم دريك ريد روبن هو المحقق. تيم دايما بيفكر، دايما بيخطط، وغالبا بيلاحظ حاجات حتى باتمان مش بياخد باله منها. وتيم بيقول لازم نركز في خطه بايك علشان نتاكد ان مفيش مفاجآت. وداميان هو قلب المجموعه. في البدايه هو اتربى علشان يبقى قاتل سفاح، لكنه كبر وبقى انضج، وهو بيقول لواحد من الاطفال انت دلوقتي في امان. فجأة الأجهزة بتاعت البات فاميلي بيظهر عليها إنذار، ونايت وينج قال مستر فريز هاجم حديقة حيوان جوثام دلوقتي. ريد هود يلا نكمل الحفلة، وكلهم بيتحركوا. دايما بيبص على باتمان أنت جاي يا بابا ولا لأ؟ لكن بروس بس ابتسم وهو بيتفرج على أولاده. في أوقات كتير بيبص عليهم ويفكر جوه عقله هل جوثام لسه محتاجاني؟ في مشهد تاني بنشوف الجوكر بيضحك بهستيريا بعد ما الرمح بتاعه اخترق صدر باتمان. خدعتك. وبعد كده الجوكر بيتحرك من جنب باتمان علشان يدخل البوابة وينتقل للمرحلة التانية من المسابقة. سوبرمان مش مصدق ان صديق عمره باتمان مات، وباتمان وهو بيموت بيقول يا كلارك افتكر اللي قلته لك. وبعدها جسمه بيتحلل ويختفي ويتحول لتمثال ضمن التماثيل الحجريه اللي بيتحول لها كل واحد بيخرج من البطوله. لكن بما ان ده باتمان فقصته مش ممكن تنتهي بالسهوله دي. لما بنشوف التمثال بتاعه بيخرج منه صوت، ويبدا التمثال يظهر فيه شروخ، وبعدها التمثال بيتكسر وباتمان بيرجع. لما باتمان بيفتح عينه بيلاقي نفسه فوق سطح في مدينه جوثام. باتمان لما دخل البطوله كان مسموح ليه يجيب اي سلاح، وهو اختار الدرع من ابوكاليبس اللي ربط بيه قلبه علشان لو نبضه توقف ينقله خارج البطوله. لكن في حاجه غلط، دي مش جوثام اللي باتمان سابها، المباني شكلها في المستقبل. هل هو فضل محبوس فتره طويله؟ طيب هل هم كسبوا ولا خسروا ولا ايه؟ باتمان داس على الزرار اللي في الدرع بتاعه علشان يتكلم مع الاي اي بتاعه. يا الواتش تاور، هنا باتمان، انا في جوثام. لكن مفيش اي رد بيجيله من الواتش تاور. لكن فجاه في شريحه على شكل شعار روبن بتخبط جهاز الاتصال اللي في ايده تدمره. ولما باتمان بيبص بيشوف مجموعه من الروبنز ما يعرفش ولا واحد منهم، وهم بيجروا عليه، وحد منهم بيقول ده باتمان اللي سقط. روبن تاني بيرفع مسدس ويطلق عليه شرايح روبن، لكن باتمان بيتجنب الطلقات بسرعه. الباقيين بيتحركوا بسرعه وبيهاجموه من كل اتجاه، وباتمان بيحاول يتفادى الضربات. هم متدربين كويس جدا فعلا، لكن دي مش تدريبات باتمان، اسلوبهم بيفكروا اكتر بنايت وينج. باتمان بيلف ويهرب وهو بينط فوق المباني. هو عارف انهم بيحاولوا يوجهوه لمكان معين، فبيسيبهم يعملوا كده، وبيفضل يتحرك فوق المباني لحد ما بيوصل سطح مبنى معين، والروبنز بيوقفوا ويسيبوه. لكنهم مش بيسيبوه لوحده. لما باتمان بيلف بجسمه علشان يشوف المفاجاه، باتمان تاني واقف قدامه، وباتمان بيتاكد من اللي كان شاكك فيه. واحنا بنسمع باتمان التاني ده بيقول انا حذرتك يا بروس، لو رجعت تاني هتبقى الحرب. وهنا بنعرف ان باتمان التاني ده هو ديك جريسون اللي كان نايت وينج زمان. ديك بينط علشان يهاجم بروس بيصد الهجمه وياخد خطوه لورا. هو لسه بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل، وسأل يا ديك احنا هزمنا دارك سايد من وقت قد ايه، ومين كسب البطوله؟ لكن ديك بيتحرك ويقدر يلكم باتمان وهو مش فاهم بروس بيتكلم عن ايه. بطوله ايه والدارك سايد ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ انت عارف كويس اللي انت عملته. والاتنين بيكملوا قتال، وديك اتهم بروس انه استخدم اللازرس بيت او بحيره الخلود اللي بيستخدمها راسل جول علشان يفضل عايش، وقال انت كنت بدات تكبر، جسمك كان بيستسلم، لكن انت رفضت تبطل تكون باتمان. انا حاولت اساعدك لكنك رفضتني ورفضتنا كلنا. بروس بيصد ضربه تانية، وواضح انه بيحاول ما يضربش ديك، هو بس بيتصدى للضربات وبيقول لا انا كنت في بطوله علشان نغلب دارك سايد، علشان نكسب القوه اللي هتهزمه وتخلينا ننجو كلنا. ديك رد انت سامع نفسك دلوقتي؟ البحيره خلتك مجنون زي ما جننت روز وتاليا وجيسون وسيلينا كمان. بروس ما فرقش معاه كل الاسامي دي غير اسم سيلينا اللي خلاه يقف لحظه، واللي استغلها ديك علشان يطلق عليه حبل خطافي يلف حوالين بروس ويربطه. بطوله دارك سايد اللي انت بتتكلم عنها دي موجوده جوه دماغك انت وبس. خليني اوري لك الحقيقه،
اللي انا عملته لما انت كنت غايب. ديك بيتحرك لحافه المبنى ويبص على مدينه جوثام، وبعدين بيشاور على مبنى كبير جدا، ده البات تاور. انا وانت تعرضنا لصدمات كتير قوي، وبسببها انا تساءلت ليه ما نساعدش غيرنا بنفس الطريقه. اي حد عايز يبقى روبن يبقى روبن. انا بنيت فريق مع التايتنز، وبعدين اخدت الفكره وطورتها اكتر. احنا دلوقتي بنقبل الناس من اي مكان، عملنا نظام دعم كبر في كل مكان حتى بره جوثام نفسها بطريقه انت عمرك ما قدرت تتخيلها. دلوقتي روبن انك في روبنز في كل مدينه كبيره في العالم، بيديرهم باقي الفريق بتاعنا. عددنا بيكبر كل يوم. العالم اكتر من مجرد امان، لكن مهمتك لسه ما خلصتش. انت طول عمرك كنت بتحب التحكم، كان عندك مشكله في انك تشارك، لكن انا عملت اللي انت ما قدرتش تعمله. وثقت في ناس تانيين علشان انت تقدر توقف، تقدر تعتزل. وديك دلوقتي بيخلع قناع علشان يشوف انه بقى كبير في السن، وشعره في جزء كبير منه بقى ابيض، وبيكمل كلامه. وعلشان تقدر تسيب ارثك يكمل معايا. بروس بص على المدينه وهو بيحاول يستوعب كل اللي اتقال، وبعدين قال مش ده اللي انا كنت عايزه ليك. انا ما كنتش عايزك تشيل الحمل ده بعدي، كنت عايزك تعيش حياتك. انت صنعت هويتك بنفسك، وانا كنت عايزك تفضل محتفظ بيها. ديك رد وهو متعصب دي كدبه، انت ما كنتش عايزنا نشيل الحمل عنك لانك مش عايز تبطل تكون باتمان، لانك عارف ان انت من غير البات ولا حاجه. بروس رد ده ممكن يكون صح، لكن انت دلوقتي معاك روبنز لسه، هل هتسمح لاي حد منهم يبقى باتمان بعدين؟ ديك ما عرفش يرد، وبروس بص كده وبعدين قال له ده مش صح، ولازم اعرف ايه اللي حصل. ديك بيلبس القناع تاني. انت مش هتهرب تاني يا بروس، انا هديلك فرصه واحده، استسلم. بروس بدا يستعد ليه. هل نسيت مين اللي دربك؟ ديك انا كسبتك قبل كده يا راجل يا عجوز، وهكسبك تاني. وهو بيهاجم باتمان ويضربه بالعصايه اللي معاه. بروس بيحاول يتصدى للهجمه وهو بينط لورا ويرمي شرايح البات، لكن ديك بيصدهم بسهوله بالعصايه وبينط علشان يركل باتمان ركله قويه. بروس بيقدر يلكم ديك، لكن ديك بينط وبعدين يركل بروس يخليه يكسر الزجاج ويترمي من الشباك. باتمان بيطلق الحبل بتاعه، لكن ديك مش بيسيبه وينط وراه وهو بيلكمه في وشه لحد ما الاثنين يقعوا على السطح تاني. نفسك خلص ولا لسه يا عجوز؟ لكن بروس كان زهق خلاص، وهو بيهاجم ويضرب ديك باكتر من لكمه مره ورا مره بقوه كبيره، وبعدين بيركله بركبته في وشه. ديك بيقع، لكن بروس بيمسك العبايه بتاعته، لكن فجاه ديك بيفكها ويلف وهو بيضرب بروس بالعصايه في فكه. دي حركه حلوه يا بروس، انا بلبس العبايه عشان المنظر وخلاص، انا اتعلمت اقاتل من غيرها. بس انت ليه مش عايز تعترف يا بروس ان انا باتمان احسن منك؟ وهو بيلكم بروس لكم قويه جدا تخليه يقع على الارض، لان انا بثق في الناس مش بقودهم بالخوف. اسمعني يا بروس، اسمع كويس والا هرميك في اركم وارمي المفتاح. دي النهايه يا بروس، انت مش باتمان دلوقتي. وبعدها بيهدأ ويمد ايده لبروس. انت عملتها وجوثام ما بقتش محتاجاك، تقدر تعتزل دلوقتي. لكن بروس مش سامع حاجه من المطر، لكنه بيسمع صوت درعه وهو بيرن رنات خفيفه. ده صوت المذر بوكس اللي كان رابطها بدرعه علشان تنقذه في حاله انه مات جوه البطوله. ده معناه انه لسه بيستقبل اشارات من قلب ابوكاليبس، وعلشان كده بروس بيتماسك ويقف على رجله. انا كده عرفت ايه اللي بيحصل هنا يا ديك، وايه اللي حصل في البطوله، وايه اللي لازم اعمله. وهو بيقف استعدادا للقتال. ديك مش مصدق. ارجوك ده ليك وليا، ما تعملش كده، ارجوك كفايه. بروس رد بصوت عالي قاتلني. وهو بيحاول يهاجم تاني، لكن ديك بيصد الضربه بسهوله. بروس بيقول لو انت باتمان فعلا، فين جيسون وتيم وداميان؟ فين اخواتك؟ ديك بدأ يخنق بروس. انت مش فاكر؟ انت سبت خوفك من انهم ياخدوا مكانك يجننك، وده قبل ما تدخل بحيرة اللازارس بيت بوقت طويل. انت قلت انه ما ينفعش يكون في غير باتمان واحد، ما ينفعش يكون حد غيرك. هما مش هنا يا بروس علشان انت قتلتهم. في نفس الوقت اللي البرق بيضرب في السماء وينور المدينة كلها علشان نشوف تماثيل اولاد بروس اللي على حسب كلام ديك بروس هو اللي قتلهم. بروس بيتصدم وصوت القلب بيرن اكتر في قلبه، وديك بيدوس اكتر وهو بيخنق بروس. استسلم يا عجوز، انت اتجننت. بروس عارف ان درع المازر بوكس بيحاول يقول له حاجه، لكنه مش بيركز معاه. بدل كده هو بيسمع دقات قلب ديك، ومنها هو عارف كل حاجه. لما بيرجع راسه لورا ويخبط راس ديك علشان يقدر يهرب من مسكته، بروس بيقف قدامه ويقول قلبك فضحك يا ديك، القلب ده مش متناسب مع عمرك. انا عارف انك تبقى باتمان بيعمل ايه في جسمنا، لكن النبض اللي انا سمعته في قلبك ده مش بتاعك. العالم ده كدبه، انا مت في البطوله، الجوكر قتلني لكن حاولت اهرب، وقلب ابوكاليبس ما عجبوش الموضوع ده ورماني في العالم ده علشان يعاقبني. ديك فاكر ان بروس بيخرف. انا كنت فاكر ان اقدر انقذك حتى بعد اللي عملته في جيسون وتيم وداميان، لكن انت ما فيش امل فيك. وهو بيشاور للروبنز بتوعه اللي بيظهروا من كل مكان. الروبنز بتوعي في كل حته، انت عمرك ما هتهرب منهم. لكن بروس بيبتسم. دي العلامه الثانيه، انت هتسيب الروبنز بتوعك يقاتلوا بدالك؟ ديك الحقيقي مستحيل يعمل كده. هو عارف اني كنت دايما بقاتل جنب الروبنز بتوعي. انا دربتك انت واخواتك الاولاد والبنات، وانا راهن ان الروبنز بتوعي يقدروا يركلوا مؤخره الروبنز بتوعك. الروبنز فعلا بيهاجموا بروس، لكن بروس مش مضطر يحجم نفسه وهو في عالم مش حقيقي اصلا. وهو بيقاتلهم وبيقول ان ده سهل جدا وبيقدر يسقط اغلبهم. القتال بيخلص في ثواني وكل الروبنز واقعين. انت متاكد انك دربتهم فعلا يا ديك؟ هم ناعمين جدا. ديك بيتعصب وهو بيهاجم بركله قويه وبروس بيصدها، لكن ديك بيقدر يضربه بالعصايه على دماغه. بروس بيوطي علشان يقدر يضرب ديك بكوع في بطنه. الضربات بتتبادل رايح جاي، وبروس بيعترف ان ديك قوي ومتدرب كويس. من اول يوم شافه فيه هو عارف ان ديك في يوم من الايام هيتفوق عليه هو شخصيا، لدرجه انه ما شافش انه بس هيبقى باتمان، لكنه هيبقى باتمان افضل من بروس نفسه. لما ديك فعلا بيتفوق وهو بيقول المعركه خلصت، وهو بيرفع العصايه علشان يقضي على بروس، لكن بروس بيرفع ايده ويوقفه. خلاص انا فهمت دلوقتي، انت صح. وبيكمل انا كنت غلط،
انا اللي عملتها، انا اللي قتلتهم، وعمري ما قدرت اتحمل الموقف ده زي ما عمري ما قدرت اتحمل اللي حصل لابويا وامي. تيم سكت وبعدها قال تمام يا بروس، انا اقدر اساعدك. اول ما سم اللازروس يروح من جسمك هترجع تشوف العالم على حياته. وهو بيمد ايده لبروس، بروس بيبتسم ويمسك ايد ديك وهو بيقوم. شكرا يا ديك، اقصد يا باتمان، لانك بقيت حاجه انا عمري ما قدرت ابقى زيها، بتثق زياده عن اللزوم. وبروس بيلكم ديك ابر كات مفاجاه يقضي عليه ويخليه يقع على الارض. باتمان بيقف ويرفع السيف بتاعه. انت لسه عايز تشوف الخير في الناس، علشان كده كنت دايما بتنسجم مع كلارك، لكن انت مش ديك الحقيقي، انت عمرك ما هتبقى ديك الحقيقي. ديك الحقيقي بيثق في الناس لكنه مش بيحاول يسيطر عليهم. وهو بيرفع السيف في السماء. انا فهمت دلوقتي ايه اللي قلب ابوكاليبس عايز نعمله، نفس الحاجه اللي قلتها لكلارك، اياك تتراجع. وهو بينزل بالسيف علشان يقتل ديك جريسون، لكن فجاه بيتم صعقه ويقع على الارض من الالم، وفي دخان بيطلع من جسم بروس. بروس بيحاول ياخد نفسه لكن الصعقه بترجع تاني، وبعدين بروس بيختفي من العالم ده تماما. بروس بيلاقي نفسه مربوط ومتكتف وموجود جوه زنزانه، وهو مش فاهم ايه اللي حصل. لما بيرفع عينه بيلاقي باتمان تاني واقف فوق، بس بيستخدم اللون الاسود والاحمر، والقناع بتاعه لونه احمر بالكامل ومغطي وشه كله. انت بتحاول تهرب تاني؟ ده وقت العلاج. بروس عارف اختيار الالوان ده بتاع مين، وبيقول باستغراب جيسون. لكن باتمان الاحمر بيرد جيسون مات. قول لي باتمان. بروس عارف ايه اللي بيحصل، ده مش حقيقي. ريد هود باتمان بينزل على ركبته قدام بروس ويقول ايه الكدبه المره دي، ايه الواقع اللي انت جاي منه؟ هل كنت محبوس في الدارك مالتيفيرس، ولا كان عندك قوه سوبرمان؟ هل كنت ضخم جدا وبتشيل فاس كبيره، ولا كنت بتلبس خاتم الجرين لانترن؟ بروس مش عايز يصدق اللي بيحصل، القلب بيلعب معايا لعبه وانا مش هتخدع تاني. ريد هود واقف تاني. يبقى دي نسخه بطوله ابوكاليبس، الحكايه القديمه اللي فيها الواقع كان بيتغير علشان انت واصحابك تقاتلوا بعض لحد الموت. انا كنت فاكر انك ميت، تعرف كده؟ وبعدها في يوم لقيتك هنا بتتكلم عن اكوان بديله اخواتي فيها لسه عايشين. جيسون بيقول كده وهو بيخلع القناع علشان نشوف جيسون دلوقتي، لكن وهو كبير وتعبان وشعره فيه جزء ابيض كتير ومليان اصابات قديمه. مفيش يوم بيعدي الا وانا بفكر في عيلتنا. بروس بيحاول يفك البدله اللي مربوط فيها. يا جيسون انت لازم تسمعني. لكن جيسون بيقرب منه. بس في حاجه صغيره يا بروس، انت وانا عارفين كويس ان انت مش باتمان الحقيقي، مش كده كلاي فيس؟ بروس بيكون قادر يفك البدله اللي ربطها. لا انا حقيقي يا جيسون، ومش فارق معايا تصدقني ولا لا، لكن انت لازم تسيبني امشي. جيسون بيقول اللعبه دي بقت مستفزه فعلا، خصوصا بعد ما لقيتك في الشارع يا باسل واخدتك عندي. هل عندك اي فكره ده بيعصبني قد ايه لما تتظاهر انك بروس؟ باتمان وقف وهو مستعد للقتال. مش هضيع وقتي في اللعبه المجنونه دي، يلا واجهني. وهو بينط للقتال. جيسون بيطلق سهام كتير على بروس، لكن بروس بيفضل مكمل ويرمي نفسه على جيسون ويزق مسدس السهام بعيد. باتمان بيضرب جيسون بكوعه في بطنه، وبعدها يديله لكمه قويه، وبعدها بيحاول يزقه من فوق الطرق اللي هم فيها. باتمان سريع، هو دايما كان افضل من جيسون في القتال وبيزود الهجوم ويضرب جيسون مره ورا مره، لكن جيسون ميزته انه بيقدر يتحمل الضرب، وفي الاخر بيلف بعيد عن الهجمه ويرد بضربات ورا بعض على باتمان. لكن لما بيكون هيرمي باتمان بيلف جسمه وبرجله بيزق جيسون يرميه جوه الزنزانه، وبعدها يقفل الباب عليه يحبسه. انا اسف يا جيسون. وبروس بيجري بعيد عشان يخرج بره اركام. جيسون بيصرخ فيه انت مش هتهرب، مفيش مهرب. لكن بروس بيقدر في النهايه يوصل للسطح ويشوف مدينه جوثام من فوق. هو كان باتمان لسنين لدرجه انه عارف صوت المدينه، عباره عن مزيج من حاجات كتير، كلام الناس، الحيوانات، ناس كويسه وناس سيئه، وكأن في مزيكا بتتعزف من الفرح والخوف في نفس الوقت. لكن المره دي كل اللي سمعه هو السكوت، مفيش حاجه هنا. وبعدها بيبص على السماء علشان يشوف ان لونها احمر زي الدم، وفي وسط الهدوء ده بيسمع صوت خطوات وراه. وبروس بيستنى لما بيظهر جيسون. دلوقتي هل بدات تفهم يا باسل؟ هل افتكرت الحقيقه؟ انت فاكر انك كنت بتهرب من اركام، لكن جيسون بقت كلها اركام دلوقتي. باتمان بيبص تحت على المدينه اللي بقت متغطيه بقبه وكانها في قفص. السماء لونها احمر بلون الدم، والارض كلها مليانه بغاز اخضر غريب وما فيهاش اي صوت. جيسون قال باتمان دايما كان شايف اني بميل للعنف او حتى القتل، ده كان كابوسه عني، لكني سبت كل ده لان اللي اتعلمته وانا براقب بروس كان ازاي ابقى لوحدي، لان ده كان قدري ان انقذ جوثام لوحدي. وهو بيلبس القناع تاني على وشه. باتمان سأل ايه اللي حصل؟ جيسون رد الجوكر هو عمل اكبر نكته في حياته، احنا قدرنا نخلي المدينه من الناس، والقبه اللي فوقنا دي هي اللي حابسه غاز الجوكر المسمم جوه، وانا كان لازم افضل هنا علشان امنعه يخرج بره. الميزه الوحيده ان مفيش ولا جريمه حصلت من 20 سنه لحد ما انت جيت ومصر تقول انك باتمان. بروس اتدفن من زمان، هو والجوكر الاتنين ماتوا في الشوارع بسبب الغاز. باتمان مش مصدق، ده كله جزء من اللعبه. وجيسون بيطلق صاع الكهربي. انت لازم تتقبل ده يا باسل، انت مش باتمان، انا باتمان. بروس تمام، لو القلب عايزني اصدق ان انا كلاي فيس انا همثل. وهو بيتحول فعلا ويبقى كلاي فيس ويهاجم جيسون، وجيسون بينط بعيد وهو بيحاول يطلق النار عليه. باتمان فهم كل حاجه. قلب ابوكاليبس هو اللي صنع العوالم دي عوالم مستقبليه مظلمه ممكن تكون جوه عقل باتمان اصلا، اللي فيها هيبقى مضطر يواجه الروبنز بتوعه لحد الموت. وجيسون بيقول له انا كنت عارف انك كلاي فيس، وهو بيهرب من ضربه كلاي فيس، لكن كلاي فيس بيمد ايده ويحطه بالطين. انا مش كلاي فيس. جيسون بيفجر حاجه علشان يقدر يهرب منه، لكنهم كانوا قريبين قوي من الحافه، وجيسون بيقع من على السطح لحد الارض اللي مليانه بسم الجوكر. قلب ابوكاليبس عايزه يقتل الروبنز بتوعه، لكن باتمان مش هيلعب لعبته، وهو بيرمي الطين من ايده علشان يمسك جيسون ويسحبه تاني للسطح. جيسون قال له انت انقذتني
تاني، انت فعلا فاكر نفسك باتمان؟ وباتمان بيبدا يركز ويرجع لشكله الطبيعي بالتدريج، وقال انت عملت حاجه انا ما قدرتش اعملها يا جيسون. على قد ما بعتبر نفسي وحيد ده كان كده، انا عمري ما كنت لوحدي فعلا، كان دايما معايا انت واخواتك. انا طول الوقت حوطت نفسي بالناس. انا اسف انك اضطريت تفضل لوحدك هنا طول الوقت ده. وهو بيرجع لشكله الطبيعي، وده اللي عصب جيسون اكتر. ما تتظاهرش انك هو باتمان، مش لازم تصدق انا باسل او بروس، لكن انا هفضل هنا معاك ومش هسيبك لوحدك. خلينا نساعد بعض نخرج من هنا. وفي لحظه الغضب بيختفي من جيسون وكانه هيصدق باتمان، لكن الاثنين ما بيلحقوش يستمتعوا باللحظه دي حتى لما بيسمعوا لا 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 انت غشيت، ويظهر لون اسود. ده صوت قلب ابوكاليبس اللي بيسحب باتمان تاني للظلام. انت مش بتحدد القواعد يا باتمان، انا اللي بحددها. باتمان بيصرخ كفايه كده، انا مش هكمل في لعبتك، مش هعمل اللي انت عايزه تاني، انا مش هحارب اولادي. ابوكاليبس رد بجد؟ طيب ايه رايك انا هوري لك اللي حصل في البطوله من وقت ما انت طلعت. شوف اللي حصل لاصدقائك كده. وهو بيشوف كل اللي حصل في البطوله لحد دلوقتي. هما بيخسروا، هما محتاجينك، لكن مش بس كده، الجوكر كمان بيكسب. انا هعمل معاك صفقه يا باتمان، عرض جديد، لو كسبت التحدي بتاعي هرجعك للبطوله. باتمان بص في الظلام حواليه. ليه اثق فيك؟ قلب ابوكاليبس ما تقدرش تثق فيا. من هنا ورايح الاختبارات هتبقى اصعب. هختبرك بطرق مش بس جسدية، انا هختبر عقلك وقلبك كمان. وفي نور ضخم بيظهر ويكبر، وباتمان بيصرخ من الألم قبل ما يختفي. في عالم تاني تيم دريك هو اللي بقى باتمان، ودلوقتي بيكون واقف في مكتبة قصر حصلت فيه جريمة قتل، والمفروض انه بيحاول يعرف مين القاتل. لما بيقول لكل الموجودين انا جمعتكم هنا النهارده علشان انا عرفت مين هو القاتل. الشرطة شاكة في ميس وايت بسبب انها ما قالتش الحقيقة الكاملة بتاعت ابوها، ومعظمكم شاكين في مستر جرين بسبب محاولاته انه يخبي جرايمه التانية. مستر جرين رد الجرايم المزعومة. تيم كمل اي محقق هاوي هو بس اللي هيصدق الكلام ده. بس لا، انا عارف بالظبط مين اللي قتل دالتون جلوري، وهم فعلا موجودين هنا في الاوضه، لكنه ما بيلحقش يكشف القاتل لان الراجل بيظهر نفسه ويمسك واحد من الموجودين ويحط السكين على رقبته. انت دايما اذكى من اللازم يا باتمان. تيم بيرمي من ايده زي هولوجرام لخفاش اللي بيشتت المجرم وقت كافي علشان تيم يضربه بالعصايه يقضي عليه. بقالي وقت طويل ما اضطريتش ارجع للكمات. كل اللي في الاوضه بيكونوا مبهورين من ذكاء باتمان، هو فعلا اعظم محقق في العالم، وبيباركوا له انه حل تقريبا كل الغاز جوثام. تيم بيمشي وهو بيقول ما عدا لغز واحد، في قضيه واحده عمري ما حلتها. بعدها بيرجع للكهف، وبعد ما بينزل من البات موبيل بيلاقي رساله على الشاشه عباره عن شفره ثنائيه، لكن ديك بيفكها بسهوله. الشفره بتقول يا تيم انا بروس محتاج مساعدتك. تيم بيقول ده غريب، انا بحب الالغاز الحلوه ومن زمان محدش اخترق الكمبيوتر بتاعي. وبعدها بيدوس على الكيبورد وهو بيحاول يوقف الفيروس اللي بيحاول يخترقه، لكن من وراه احد الدروع بيبدا يتحرك، وتيم وهو بيحاول يمنع الفيروس بيقول انت بتدور على ايه؟ ملفات قضايا قديمه ليه؟ والروبوتات بتتحرك، واحد منهم بيبدا يمد المخالب بتاعته ناحيه تيم، لكن تيم بيكون واخد باله وفجاه بينط من على الكرسي ويضرب الروبوت. محاوله كويسه بس انا عندي العاب احسن. لكن الروبوتات وكانهم بيستسلموا. يا تيم استنى اسمعني. لكن تيم بيتحرك بسرعه وهو بيدمر اغلب الروبوتات لما بيسمع في صوت فجاه انا بس كنت محتاج وقت اكتر في نظامك علشان اوصل لهولوجراماتك. وبروس وين بيظهر في شكل هولوجرام ازرق. انا كنت محبوس في نظامك بقالي كام يوم، الموضوع اخد وقت علشان اقدر اخرج، لكن في الوقت ده شفت ملفاتك، شفتك، وعايزك تعرف اني فخور بيك. انت كرست نفسك مش علشان تحل الجريمه في جوثام، لكن علشان تحل جوثام نفسها. انت اذكى مني بكتير، انت باتمان احسن مني. تيم بيتعصب جدا. طيب ليه انا مش قادر اعرف مين اللي قتلك؟ بروس رد بحزن لانك مش عايز تعرف، وبيشرح ان لو تيم حل الجريمه وعرف مين اللي قتل باتمان فده معناه ان بروس انتهى فعلا للابد بالنسبه له. تيم بيشيل القناع بتاعه وبنشوف انه بقى اكبر في السن. انا كان بس نفسي احل قضيه تانية اخيره معاك. بروس قال له هنعمل ده، بما اني وصلت لنظامك انا اخدت كل المعلومات عن الجريمه ومعايا كل الادله. بص تاني، جثتي كانت في كهف البات، انت عارفني يا تيم. بص على الحزام بتاعي، ايه اللي ناقص؟ تيم بص عليها اللحظه وقال يا الهي انا عارف مين اللي قتلك. بروس قال له انهم لازم يتاكدوا ويحاولوا يمسكوا القاتل مع بعض. تيم بيكون مبسوط وبيقترح انه ينزل البرنامج بتاع باتمان على احد الدروع ويتحركوا مع بعض، لكن فجاه الهولوجرام بيتهز وبروس بيصرخ من الالم. تيم بيترعب من اللي بيحصل. يا بروس ايه اللي بيحصل؟ خليني اساعدك ارجوك. لكن بروس بيكون بالفعل اختفى وتيم بيقع في الارض. انا بس ما كنتش عايز اعمل المهمه دي من غيرك. وفي نفس الوقت بنشوف باتمان اللي بيقع في الفراغ دلوقتي. قلب ابوكاليبس بيقول انت كان المفروض تحاربه مش تساعده. باتمان انت بس زعلان انك كسبت التحدي بتاعك بس بطريقتي. القلب وعلشان كده انا هكسرك. انا اقدر اوري لك كل النسخ المختلفه من باتمان اللي هتقابلهم، اقدر اخلي الناس اللي بتحبهم عايزين يقتلوك. واحنا بنشوف نسخ كتير من باتمانات اللي اتحول ليها ابنائه والناس اللي كان بيدربهم طول حياته. القلب بيكمل لكن بدل ده انا هاذيك بطريقه مختلفه، وافتكر انا حذرتك. لما بروس بيصحى المره دي في عالم جديد، لكنه بيقوم هو على سرير بس بيكون كبر جدا في السن. بيقوم بصعوبه ويتحرك ناحيه الشباك. هو مش في القصر، هو في حي الجريمه اللي حصل فيها مقتل ابوه وامه وهو طفل، واللي كانت السبب في تحوله لباتمان. لما بيفتح الشباك بيسمع صوت المدينه وبيكتشف انها حيه. جوثام بخير ومنوره، مش المدينه المظلمه القذره اللي مليانه جريمه وفساد اللي متعود عليها. ازاي ده ممكن؟ عمري ما شفت المدينه بالشكل ده. لما بيسمع صوت انا انقذت جوثام يا بابا، وهو بيشوف داميان وهو بيدخل الاوضه.
الاوضه. بس دلوقتي داميان بقى راجل كبير. وداميان بيكمل: لكن انا قدرت اعمل ده بس بسبب اللي انت عملته ليا. في الاول مشيت على نفس طريقك، وبعدها بدات طريقي انا، ودلوقتي جوثام ما بقتش محتاجه باتمان تاني. بروس بيحاول يتكلم مع ابنه: يا داميان لازم نتكلم. انا مش. لكن دايما بيوقف كلامه: استنى، انا ذكي كفايه اني اعرف ان العالم ده مش حقيقي. انا شايف تشققات الواقع ده في كل مكان. اللي صنع العالم ده خلاني ذكي جدا لدرجه اني عارف ان كل ده جزء من المسابقه الكونيه. انت بس اللي حقيقي هنا، والعالم ده كله معمول علشان يلعبك. بروس اخيرا هدي وقال له: تقدر تساعدني اهرب؟ دايما ابتسم وقال: اقدر طبعا لو انت عايز، بس الاول لازم تفهم ايه اللي على المحك بالنسبه لي هنا. دايما بيقول وهو بيشاور لحد يدخل الاوضه، وبروس بيتصدم لما بيشوف طفل صغير شبه داميان جدا وهو صغير. وداميان بيقول: ده حفيدك يا بابا، اسمه ألفي. بروس وين بيتحرك في شوارع جوثام مع ابنه وحفيده، ودايما بيشرح اللي حصل والصعاب والحروب وايه اللي حصل للجوكر، وازاي داميان اتدرب وبقى دكتور واستخدم عقله وموارده علشان يساعد جوثام ويشفيها ويصنع مدينه ما تبقاش محتاجه باتمان. بروس عارف ان ده اختبار من قلب ابوكاليبس علشان باتمان يضطر يواجه الحاجات اللي بيخاف منها قبل ما يرجع للبطوله. لكن بروس لازم يبقى صريح مع نفسه، هو مش متاكد اذا كان عايز يسيب المكان ده. هو حاليا بيعيش حياه عمره ما تخيلها، بيقعد مع حفيده الفريد، بيتفرجوا على التلفزيون، بيلعبوا في الحديقه، بيقرا له قصص بالليل. باتمان خطط لكل حاجه ممكن تحصل وازاي هيتعامل معاها. نوع الحياه بالشكل ده كانت الحاجه الوحيده اللي عمره ما فكر انها ممكنه اصلا. وبروس بيروح يستنى حفيده بعد المدرسه لما الفي بيجري عليه وبعدين يحضنه: ايه اخبار الحضانه النهارده يا الفي؟ الفي رد: كويسه، كان فيها عرض وحكايات. وبعدين بروس بيمسك الفي من ايده ويتمشوا. الفي بيحكي: كنت عايز اجيب باترنج من المتحف لكن المدرسين ما رضيوش. بروس رد: غالبا كان عندهم حق. الفي بيبص لجده ويقول: يا جدو، مش بيوحشك انك تبقى باتمان؟ بروس سكت. هو مش عايز يكذب على حفيده، لكن هو عارف الحقيقه. بروس بيسمع صوت قلب ابوكاليبس كل مره بيقفل فيها عينه: افتكر، المستقبل ده مش هديه يا باتمان، دي مش نهايه قصتك. انت حاولت تغش علشان تكسب ولازم تتعاقب على ده. انت ما ينفعش تعيش هنا وتبقى سعيد للابد. لازم تحارب، لازم تحارب العالم ده. لازم تثبت لي انك تستحق ترجع للبطوله، وانك ممكن تبقى بطل يستحق يبقى كينج اوميجا. لو ما عملتش كده هعاقبك. بروس عارف ان القلب عايزه يحارب، وعايزه يحارب ابنه كمان. دايما بيناديه تحت في الكهف، وبروس بيتفاجئ لما بيلاقي البات فاميلي كلها مستنياه. بيبص لكل اللي بيحبهم. دايمن بيقول: انا لفيت العالم واتكلمت مع اذكى العقول في عالمنا، دورنا على طريقه نهزم بيها قلب ابوكاليبس ده. ناس كتير كانوا فاكريني مجنون وان الواقع ده حقيقي، لكن انا قدرت اقنع الجاستس ليجن يسيبوني استعير شويه تكنولوجيا ممنوعه. انا عارف اننا نقدر نلاقي طريقه تحمي عالمنا وفي نفس الوقت تساعدك. بروس بيوافق ويسلم على العيله، وبيتفاجئ لما جيسون بيقرب منه وهو ماسك ايد روز ويلسون وبنتهم قاعده على كتفه. وجيسون بيقول: انا مفتقدك يا بروس. بروس بيبص لكل الموجودين وبيسال: انتوا هنا ليه؟ ديك قال له: انت لازم ترجع يا بروس، داميان قال لنا كل حاجه. وباربرا بتقول: ارجع، اهزم كل اللي في طريقك واكسب البطوله كلها. ديوك قال: وبعدها اهزم دارك سايد. ستيفاني: لو عملت ده واخدت القوه هتقدر تخلي عالمنا ده حقيقه في النهايه. جيسون قال: ده اللي على المحك هنا يا بروس، العائلات اللي بنيناها. وروز قالت: المستقبل اللي صنعناه هنا مع بعض. وداميان قال: القلب عايزك تدخل في قتال معايا، مش كده يا بابا؟ انت دربتنا سنين، هل تعتقد ان كلب عجوز يقدر يتعلم حركات جديده؟ بروس ابتسم وبدا يتدرب من تاني. لكن بروس ما كانش بيركز بس على التدريب والقتال، هو بيتدرب مع عيلته اللي دلوقتي كبروا وهو بيتعلم منهم، بيعرفهم وصلوا لايه في العالم ده، وبيشوف ايه اللي هم بنوه وايه اللي هو بيحارب علشان يمكن يخليه حقيقه. بيتمرن على الاكروبات مع ديك قبل ما يخرج يتمشى مع الكلب بتاعه، بيلعب ملاكمه مع باربرا قبل ما يقعدوا يتكلموا على القهوه، بيتدرب باستخدام العصايه مع تيم وبعدها بيلعبوا شطرنج، بيشتغل على التصويب مع جيسون قبل ما يتعرف على عيلته الجديده، بيشتغل على الروبوتات مع لوك ويرتاح شويه بانهم يلعبوا بلاي ستيشن مع بعض، بيتنطط على السطوح مع ستيفاني وبعدين بياكل معاه ايس كريم، بيتدرب مع كاسي وبعدين يضحك ويهزر معاه، بيتمرن بالسيوف مع جاك بول وبعدين يزور الناس اللي توفت في العالم ده، بيتدرب على التخفي مع كيت وبعدين بيتفرجوا على فيلم مع بعض، بيتدرب في الجيم مع تيوك وبعدين بيسمعوا مزيكا مع بعض، بيعرف قصصهم، حزنهم وانتصاراتهم. بروس اخيرا بقى شخص حقيقي وعنده عيله حقيقيه. لكن في النهايه لازم يجي الوقت. بروس قاعد على سطح بيت داميان وما بقاش مضطر يستخبى في الظل وهو بيشتغل على اخر جهاز. فجاه وهو قاعد بياخد باله من حاجه ويقول: انت بتتحسن. لما الف الصغير بيطلع من الظل: هل خدعتك؟ بروس ابتسم وفتح ايده علشان يحضنه: انت قربت جدا. الف بص على الصندوق الغريب اللي جده بيبنيه وساله: ايه ده؟ بروس رد: دي هديه لابوك، انا بسميها الباد بوكس، واحنا بنشوف انها حاجه شبه المذر بوكس كده لكن حاطط عليها شعار الخفاش. لكن بروس عارف ان الوقت انتهى والفي كان جاي علشان ياخده. بروس بيوقفه ويبص ليه والدموع بتقرب تنزل من عينه لكنه بيتماسك. الفي قال: انت ليه زعلان يا جدو؟ بروس: لاني مش عايز امشي، العالم ده وراني انه ممكن ما ابقاش مضطر افضل باتمان طول حياتي. الفي قال: بس هم محتاجينك تبقى باتمان يا جدو، بابا وعماتي واعمامي هم وصلوا لكده بسببك، انت مش عايز تشوفهم بيكبروا كمان؟ بروس قال: اظن ايوه. وهو بيشيل حفيده ويتحرك. الف بيكون مبسوط وبيقول: روح اغلبهم يا جدو. البات فاميلي كلهم بيتجمعوا على السطح وكلهم لابسين لبس الابطال، وبروس بيقف قدام
داميان. الاتنين لابسين باتمان. داميان ماسك السيف وبروس بيجهز نفسه. جاهز تقاتل يا فارس يا عجوز؟ بروس: انا كسبتك قبل كده يا ابني. داميان: المكسب على طفل صغير بقى حاجه تتفاخر بيها دلوقتي؟ بروس: ايوه، بس الطفل ده كان جامد جدا وتظاهره بانه يعرف كل حاجه كانت قوته الخارقه، لكن انت دلوقتي ما عندكش نفس القوه الخارقه دي. داميان: مفيش غير طريقه واحده نعرف بيها. وهما الاثنين بينطلقوا باتجاه بعض والسيفين بيخبطوا في بعض. وبرغم ان القتال لازم يبقى حقيقي علشان قلب ابوكاليبس يقبل بيه، لكن الاثنين مفيش حد فيهم بيبذل كل جهده. بروس بيقول: يا داميان انت مش بتقاتل بكل قوتك. داميان: وانت كمان. بروس: يبقى قاتلني يا ابني. وهم كانهم بيبداوا قتال جديد، بيقاتلوا بطريقه عمرهم ما قاتلوا بيها قبل كده. الاثنين بيطلعوا كل اللي عندهم. هم عارفين ان قلب ابوكاليبس مش هيرضى باقل من كده. بيقاتلوا لساعات وكل العيله بتتفرج على القتال ضربه بضربه، والاثنين متكافئين، السيوف بسبب جروح واصابات للاثنين، لحد في الاخر داميان بيهاجم وبيضرب بالسيف بتاعه ضربه بيجرح بيها ابوه في ظهره بقوه، وبروس بيصرخ من الالم وهو بيقع على الارض، ودايما بيصرخ هو كمان: قوم قوم يا بابا، احنا لازم نكمل القتال. لكن بروس بيرد وهو منتهي وكأنه طاقته انتهت بالكامل وبينزف دم من بقه: انا ما اقدرش، انا مش قادر اكسب. وهنا بيسمع صوت قلب ابوكاليبس: الاختبار اكتمل، اللعبه انتهت. اللون الاسود مش بيخطف بروس المره دي، لكنه بيخطف كل حاجه حواليه في العالم ده. بروس بيصرخ والعالم اللي حبه بيختفي، والفي حفيده بينادي عليه: يا جدو، وهو ماسك في ايده البوكس اللي صنعه جده وقال له يديه لداميان. وبروس بيمد ايده ويقول: انت عارف هتعمل ايه يا داميان؟ وبعدها كل حاجه بتختفي وبروس بيلاقي نفسه في الظلام تاني. باتمان بيشتم قلب ابوكاليبس: انت ملعون، انت كنت عايزني اخسر. القلب: ده كان اختبارك الاخير يا باتمان، علشان اشوف هل هتقدر تعترف بالهزيمه ولا لا. لو ما عملتش كده كنت هدمر العالم ده برضه، انت عمرك ما كنت هتهرب من عقابك. بروس بيبص جنبه لما بيشوف زي شق من الضوء بيظهر من بعيد. القلب بيكمل: لكن دلوقتي انت قربت تجهز. لما باتمان بيدخل في النور بيلاقي نفسه فوق حافه بتبص لتحت على نيران ابوكاليبس المشتعله، والقلب بيقول: كل اللي فاضل ليك هو قفزه ثقه في دارك سايد وفي قدرتك على انك تهزمه وتعيد كتابه كل الوجود علشان تخلي العالم اللي كنت فيه من شويه ده حقيقي. هل انت جاهز تحارب اصدقائك بدون اي رحمه؟ انك تكسر الخطوط اللي وعدت بان عمرك ما هتكسرها؟ انك ترجع للبطوله وتبقى كينج اوميجا؟ بروس بيستعد، بيبدا يجري ناحيه الحافه. بروس عارف الحقيقه دلوقتي، عيلته محتاجاه. القلب كان فاكر انه بيختبره، فاكر انه هزمه لما اضطر يحارب عيلته، لكن دي الحاجه اللي القلب عمره ما اخد باله منها. هو ما كانش بيختبره، هو كان بيدربه علشان يكسب. وعبر العوالم الكتير اللي قلب ابوكاليبس صنعها علشان يعاقب باتمان، صوت رنه بتتسمع، رنه البات بوكس اللي تركها ليهم. في عالم باتمان ديك جريسون بيجري ناحيه الصوت، وفي عالم باتمان جيسون تود بيدور عليه، وفي عالم باتمان تيم دريك بيحاول يجمع الادله، وفي عالم باتمان داميان بنشوفه واقف جنب الفي اللي بقى الروبن الجديد، وهم بيستعدوا. لكن دلوقتي بروس بينط نطة الثقة علشان يقع وسط نيران قلب ابوكاليبس، وبعدها يرجع للمسابقة اللي حكيناها كلها في الفيديو اللي قبل ده على طول في القناة هنا. وبس كده. تفتكر مين اروش واحد في الروبنز اللي شفناهم في القصه دي، واروش واحد في الروبنز عموما؟ ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه، شير الفيديو في كل مكان. كان معاكم احمد ايه، وكده كفايه.